ده مصطفى شخص جامد، بعت له 1000 جنيه، بعت له قدامهم 10000 جنيه. ألف مبروك. ده ايه الأخبار اللي زي الفل؟ بس هل ده معناه ان التداول على الفيسبوك مش نصب؟ عارف العيال اللي هم ما تيجي نشوف. وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان نوصله 5000 لايك، وتتابعني على حساباتي على السوشيال ميديا، وطبعا ما تنساش تصلي على النبي، ويلا بينا نبدا الفيديو. شبلانجا. سلام عليكم، حضرتك شغال في التداول؟ ايوه يا قمر، يعني السكرين دي حقيقيه؟ كتير اوفر كتير. ايوه والله، سيبك بس انت من اي حاجه، انت جامده قوي. عيب كده يا استاذ، ما ينفعش اللي بتقوله ده، انا داخله استثمر فلوسي مع حضرتك، كده غلط. خلاص تعالي قفشت ليه، اختاري الباقه اللي حضرتك عاوزاها. بصي بصراحه انا خايفه يكون الموضوع نصب، لان انا معايا 500,000 جنيه وهتداول بيهم كلهم. حلو قوي ده، عايز تدفعي ال 500 كلهم الاول هيوصلك 10 مليون. ده بجد؟ لو كده فعلا انا ممكن اجرب معاك. ايوه والله ما تقلقيش، انا مصدر ثقه ومضمون، فلوسك في امان معايا. طيب تمام، بس انا سمعت ان الناس دي كلها شغلها حرام ونصب وكده. لا حضرتك انا هفهمك، انا بتداول في استثمار، بنبني جوامع ومساجد، يعني فلوس حضرتك هتحطها في الخير، في نفس الوقت ربنا بعتني ليك ازودهم لك اضعاف. الله بجد اللي زيكم خلصوا والله، يعني مش عارفه اقول لك ايه، ربنا يبارك لك. شكرا ليكي. حابه نبدا من دلوقتي؟ لا شويه كده اكون جبت الفلوس عشان هتجيلي من بره، ولو لقيت التعامل معاك حلو هكمل معاك بباقي المبلغ اللي معايا بره مصر. كامل مبلغ معايا $5000 بس لسه هحولهم مصري لو لقيت التعامل معاك فيه مصداقيه. ان شاء الله اكون في حسن ظنك. ممكن سؤال؟ انت منين؟ من القاهره. انا من المانيا. انا ما كنتش مصدق انك انت اللي بعتالي. ليه بس؟ اللايف بتاعك امبارح كان جامد قوي وكان فيه 1500 نفر بيتفرجوا، استغربت لما كلمتيني انا يعني. لا عادي، حبيت اشغل فلوسي معاك. انت دخلت دماغي بصراحه. ده حسابك الحقيقي؟ ايوه. انت كام سنه؟ 25. انا 23. بس ده مش اكونتك الحقيقي. ايوه ايميل الشغل، ممكن نتعامل بيه لحد ما نخلص شغل اديكي ايميلي الحقيقي. تمام يا استاذ مصطفى. لا استاذ ايه بقى، ازعل كده، قولي لي مصطفى او استاذ عادي. تمام يا مصطفى. ماشي يا لوكا. عندك مانع اسمع صوتك؟ ليه؟ لا عادي، فضول. حاضر يا مصطفى، اهو صوتها اهو، اتأكد. اسمي طلع من بوقك زي السكر، ده انا هعمل الاسم نغمة منبه. ليه الاحراج ده؟ عيب عليكي. ممكن سؤال جريء؟ اسال. مقاس رجلك كام؟ انا بكلم توكيل اديداس ولا ايه السؤال العلق ده؟ لا فضول. طب شرابك لونه ايه؟ صبرني يا رب. بينك. اوف. استاذ مصطفى خلينا في المهم، الفلوس جات لي دلوقتي وعايزين نبدا شغل. مش هحلك بعد ما اخلص شغل معاكي، ماشي؟ هتحولي كام؟ ال 500,000 الاول؟ لا انا هبدا باقل حاجه بس اشوف الدنيا معاك تمام ولا لا، لان في نصابين كتير. لو لقيت الدنيا تمام معاك هحولك ال 500,000 على طول، بس بالله عليك ده شقه عمري، خلي بالك. لا عيب عليكي. هتحولي كام دلوقتي؟ هجرب الاول ب 1000 جنيه، هيوصلوا لي كام؟ باقي ال 1000 هيوصلوا لي 5 بواقي وقتي. حلوه قوي. ممكن الرقم اللي هحول عليه؟ تمام لحظات يا فندم. حولي وبلغيني. تمام وصل لحضرتك كده؟ وصل يا رياسه. لحظات اكلم الناس اللي بتبني الجامع يسجلوا اسمك. ممكن اسمك كامل؟ ملك عادل بهجت صابر. تمام لحظات. تم التداول بنجاح. ممكن الرقم اللي هحولك عليه باقي الفلوس؟ تمام نفس الرقم اللي بعتلك منه. تم التحويل بنجاح. شكرا حضرتك، طلعت سكه بجد. ايوه قلتلك هتحولي ال 500,000 دلوقتي. ايوه بس بنت عمتي عايز تشترك معاك وخايفه برضه. لا ولا اي خوف، قولي لها اني بعتلك. مش مصدقه للاسف، اعمل معاها ايه؟ خلاص خليها تجرب معايا وهثبت لها. هي معاها مبلغ كام؟ المفروض 250,000، يعني كلكم 750 صح كده؟ لو 250 هيوصلوا لها 5 مليون جنيه بعد ساعه ان شاء الله. حلو قوي، بس هي هتجرب 1000 جنيه الاول. تمام مفيش مشاكل، وانا هثبت لها اني ثقه. تمام احول على نفس الرقم؟ ايوه. وصل لحضرتك؟ ممكن تتاكد؟ ما وصلش. لا عفوا يا فندم، وصل حالا. ممكن اسمها عشان اكلم العمال يسجلوا اسمها في الجماعه اللي بيتبني وربنا يحسن اليها. الجامع عفوا. بس هي مسيحيه. مفيش مشكله يا فندم، عندنا كنايس ومعابد كمان بره مصر. ازاي بنت عمك مسيحيه؟ اهو بقى نعمل ايه؟ مفيش مشكله. ممكن اسمها انا اصلا بنت مشكله. يعني ايه؟ اسم الاكونت بتاعها. انا هعمل ايه بيه؟ انا عاوز اسمها هي ساره عادل مينا. تمام تم التسجيل. ممكن الرقم اللي هحولك عليه الفلوس؟ نفس الرقم. ممكن تكتبيه عشان الموبايل تقيل. تم التحويل 5000 جنيه. ده وصل بجد، شكرا جدا. احنا مش مصدقين ان خلاص هنحول لك باقي الفلوس وحياتنا هتتغير. اي خدمه. حضرتك هتجولوا 750,000 امتى؟ هناكل وهنحول لك على طول. تمام في انتظارك. بنت عمك دي جامده، عيب احترم نفسك، اصل ارتحتلك قوي حبيبي. كلتي ايه؟ نص خروف ومندي. ما انت معاكم مليون جنيه حقكم. انت هتحسدني ولا ايه؟ لا ما اقدرش. هتبعتي الفلوس امتى عشان اجهز حالي؟ بص انا هخلي تيتا تتعامل معاك عشان انا نازله انا وبنت عمي دلوقتي. لا استني، ابعتي على طول وانا هردهم لك في وقتها. لا مستعجله بجد، ما تقلقش، تيتا بتفهم وهتريحك. استني بس. الو معاكي يا ملك؟ انا مش ملك، انا جدتها. ازيك يا حاجه؟ الحمد لله. الو انا عارف انها تعب النهارده. حضرتك عارفه هتحولي الفلوس ازاي؟ عدي عليا اديك الفلوس.
انا مش بعرف احول. يا ماما اعدي فين يا ست الكل؟ اسب الدين واكفر يا جدعان. الو ايه يا ابني؟ ايه يا ست الكل؟ حضرتك عندك ابلكيشن ماي فودافون او اتصالات؟ انت مصطفى ابن سامح ولا مصطفى مين؟ يا حاجة الله يسترك، ركزي معايا. معاك اهو. في برنامج اسمه انا فودافون او اتصالات. ايوه موجود، ماله امسحه؟ لا ما تقول لا من بدري، انا مسحته. الو حمليه تاني يا ماما، انا ضغطي عالي. يا ابني بالراحه عليا، انا نظري ضعيف ومش بشوف كويس، حرام عليك كده، اعتبرني زي امك. حقك عليا يا حبيبي، معلش. ولا يهمك يا ماما، ربنا يشفيكي. حملتي البرنامج؟ احمله منين؟ جوجل بلاي. انا عندي جوجل كروم. الو خلاص لقيته حملته. تمام، سجلي برقم حضرتك ودوسي على المحفظه. تمام، بعدين المبلغ مع حضرتك اللي الاستاذه مالك قالت لك عليه؟ ايوه يا ابني. تمام، حضرتك دوسي تحويل مبلغ واكتبي الرقم ده وحولي 50,000 الاول. تمام يا ابني، فين الرقم؟ اكتبه فين؟ في تيزي يا حاجه، اكتبيه في تيزي. ايه الوساخه دي؟ اكتبه فين يا ابني؟ خلاص كتبته. احول؟ حولي يا ماما، حضرتك بعتي 5 جنيه يا دين امي. كتبت 50,000. لا انا هكسر الموبايل. ممكن لما مالك تيجي تخليها تكلمني؟ جت. ايه يا مصطفى في ايه؟ تيتا حولت لك؟ تيتا جابت لي الضغط والسكر، ممكن بعد اذنك تحولي وتنجزوني؟ تمام، احولك على نفس الرقم؟ ايوه. وصل لك؟ وصل. ايوه. حضرتك بتهزري، انت بعت 5 جنيه برضه. خلاص انا غيرت رايي، مش عايزه اشترك، كفايه خلاص لحد كده. ده ازاي ده؟ مش فاهم، هو لا بيان؟ مش حضرتك بعت لي الاسعار الباقات بتاعتك وانا اشتركت؟ بس كده خلاص، انا كده تمام. يعني انت عشمتني وقلت لي هحولك 500,000 و250 وما حولتيش. انت متضايق ليه برضه؟ انا كده فل قوي، اخدت 10,000 من 2000 جنيه. شكرا يا ذوق. تمام، هعمل معاكي عرض، ابعتي 10,000 وارجعهم لك 100,000 والله. لا شكرا، خلاص كده انا تمام. طب رجعي الفلوس وخدي فلوسك. انا شايفك عمال تجادل وتقاوح وانت مكشوح عليك من اول الشات، فخلاص يا اسطى فكك بقى من الوهم اللي انت راكبه ده. انت زي ما بتغفل الناس جاي لعبد الله وغفلك. يعني انت واحد مش مسامحك فيهم؟ عادي، مش مهتم. انا اللي قال لي عليك واحد اعرفه وانت نصبت عليه في 10,000 جنيه، والمبلغ اللي انا خدته منك هرجعه له. بس صدقني انا معايا رقم الكاش بتاعك ومش هتشوف يوم عدل في حياتك من النهارده، اتكل على الله. هقفل الاكونت ورقم الكاش مش بتاعي كده وانا مش خسران حاجه. ما هو باين ان صوت عياطك سامعه من عندي. انت عيل عرس وربنا.